تفتكر ايه اللي فعلا بيحدد اتجاه حياتنا؟ الحظ، الظروف، ولا حاجة تانية؟ السر كله في العقلية اللي انت بتفكر بيها. العقلية هي الاساس اللي بيحدد طريقك، هي اللي ممكن ترفعك او توقفك مكانك، يعني الطريقة اللي دماغك شايفة بيها الحياة. وعلشان كده لازم نسأل نفسنا ازاي العقلية ممكن تكون مفتاح نجاحك. في الاصل ان العقلية الايجابية مش بس بتديك طاقة وحماس، دي بتخليك تتعلم من كل تجربة. ولما بنفكر بايجابية ده مش بس شعور كويس، ده اسلوب حياة. التفكير الايجابي بيخليك تشوف الضوء حتى في اصعب الظروف، وبتكون مؤمن ان بكرة ممكن يكون افضل، وبكده خطواتك اليومية بتكون اقرب لنجاحك واحلامك. اما التفكير اللي بيخليك تركز على العقبات وتستسلم قبل ما حتى تبدا، التفكير اللي بيخليك تقول لنفسك مش هقدر، بيخليك تشوف كل مشكله كجدار مستحيل تتجاوزه بدل ما يكون فرصه لانك تتعلم. هو التفكير السلبي اللي بيحبسك في مكانك، وفي الاخر التفكير السلبي ممكن يخلي احلامك بعيده عنك رغم كل الامكانيات اللي عندك. الايجابي بيقربك من نجاحك، والسلبي بيبعدك عن ابسط احلامك. التفكير ده او ده ليه تاثير مباشر على حياتنا، وفي النهايه الاختيار في الاخر بيرجع لك انت اللي بتحدد مستقبلك بعقليتك. علشان كده الهدف الحقيقي هو اننا نطور من نفسنا باستمرار، مش بس نعيش اليوم بيومه. كل يوم نقدر نتعلم حاجة جديدة، نعدل عادة قديمة، او نكتسب مهارة بتقوينا، لان تطوير النفس مش رفاهية، ده استثمار حقيقي في مستقبلك وحياتك. الهدف النهائي هو اننا نوصل لافضل نسخة مننا، نسخة اقوى واذكى واكثر وعي بالخيارات اللي بناخدها كل يوم. وده بيرجعنا لنقطة البداية، ان العقلية هي المفتاح. فهم العقلية وتطويرها هو اللي هيخلينا نحقق اهدافنا، وده بالظبط اللي هنتكلم عنه النهاردة. موضوعنا هيكون عن فكرة العقلية وازاي نشتغل عليها علشان نغير حياتنا للأحسن. لكن في نوعين من العقلية الإيجابية اللي بتخليك تركز على التطور المستمر، والنوع التاني هي العقلية السلبية اللي بتخليك تقف مع أول عقبة وبتخلي المشاكل تبان أكبر من الحلول. ولما هنفهم الفرق بين الاتنين ده بيكون أول خطوة علشان نطور من طريقة تفكيرنا ونحاول نغير حياتنا للأفضل. يعني حتى لو واجهت مشكلة كبيرة بتلاقي فيها درس أو فرصة جديدة. العقلية الإيجابية بتشوف الفرص حتى في الصعوبات، بتخليك تدور على الجانب المشرق في أي تجربة، وبتساعدك تحول كل تحدي لخطوة بتقربك من هدفك. ما بتقفش عند المشكلة نفسها، لكن بتركز على ازاي تتجاوزها. دايما بتبحث عن الحلول، بتفكر في البدايل والطرق المختلفة علشان تحقق النتيجة. في الأساس العقلية الإيجابية بتشوف إن كل عقبة هي مجرد اختبار لقوتك وإبداعك. اما العقلية السلبية فبتركز على المشاكل وبتضخم الصعوبات، يعني اي مشكلة صغيرة تبان كأنها جبل ضخم، بتخليك تشوف العقبات اكبر من قدرتك على مواجهتها. وبالتالي اول ما بتقابل تحدي بتسيب حلمك وبتقول مش قادر، ما بتديش نفسك فرصة تتعلم او تحاول مرة تانية، بتستسلم بسرعة، وبكده بتضيع فرص كتير كانت ممكن تغير حياتك. في النهاية اختيارك لعقليتك هو اللي بيحدد نجاحك او فشلك. لو اخترت العقلية الإيجابية هتلاقي نفسك بتتقدم خطوة بخطوة مهما كانت الظروف، ولو استسلمت للعقلية السلبية هتفضل مكانك من غير اي تغيير. طب يا ترى ازاي العقلية بتأثر على تحقيق اهدافنا؟ لما بتفكر بشكل ايجابي بتكون ثابت حتى لو الطريق مليان تحديات. العقلية الإيجابية بتديك القوة والإصرار، بتخليك مؤمن ان اي صعوبة مجرد اختبار لقوتك، وكمان بتخليك توصل لهدفك لانها بتخليك تركز على خطوات صغيرة توصلك للنتيجة الكبيرة. بتعلمك ان النجاح مش ضربة حظ، لكنها رحلة محتاجة وقت وصبر، وبتخليك دايما شايف الصورة الكبيرة مهما كانت التفاصيل مرهقة. اما لو بتفكر بشكل سلبي فعقليتك السلبية بتخليك تفقد التركيز، بتخليك تشتت نفسك بين المشاكل بدل ما تركز على الحل، وتخلي طاقتك كلها تروح في القلق والخوف. والاخطر من ده كله انها بتخليك تستسلم بسرعة، ما بتديش نفسك فرصة انك تحاول من جديد، وفي الاخر بتضيع فرص كتير كانت ممكن توصلك لنجاح كبير. طب ازاي نطور عقليتنا ونخليها تفكر بشكل ايجابي طول الوقت ونحافظ عليها بشكل مستمر؟ في 3 نقط اساسيه نقدر نشتغل عليهم ونطورهم. اولا، حط اهداف صغيره واحتفل لما تحققها، لان الاهداف الصغيره بتخلي النجاح قابل للتحقيق، ما بيكونش مرعب، لان كل انجاز صغير هو دليل انك ماشي في الطريق الصح. لما تحتفل بالخطوات دي بتبرمج عقلك انه بيربط المجهود بالانجاز، وده سر الاستمراريه. ابدا يومك بكلمات قويه زي انا قادر وانا استحق او انا هنجح، لان العقل الباطن بيتاثر باللي بتقوله لنفسك، وده بينعكس على تصرفاتك طول اليوم. لو ما شجعتش نفسك من البدايه محدش هيشجعك، هتلاقي اليوم كله مليان تشكيك واحباط. ابدا يومك بتشجيع نفسك، اختار البيئه اللي بتدعم طاقتك وافكارك، لان الصحبه الايجابيه بترفعك والصحبه السلبيه ممكن تجرك لورا. حتى بيئتك الماديه زي مكان شغلك او غرفتك لما بتكون منظمه بتديك صفاء ذهني. العقليه محتاجه ارض خصبه، والبيئه الصح هي اللي بتوفر دي. دلوقتي هنتكلم عن ازاي بنتعامل مع التحديات بعقليه ايجابيه. هنتعرف
هنتعرف على 3 خطوات عملية بتساعدنا نواجه المشاكل بثقة. اعتبر اي تحدي فرصة جديدة للتعليم، حتى لو المشكلة كبيرة. في كل موقف صعب بيقدم لك درس جديد، وبكده كل تجربة بتقويك وبتجهزك للتحدي اللي بعده. لازم تعرف ان لو خطتك فشلت غير الطريق مش الهدف، لان الفشل في تنفيذ خطة مش معناه ان حلمك انتهى. العقلية الايجابية بتخليك تلاقي طرق بديلة علشان توصل للنتيجة اللي عايزها، وده بيديك مرونة وقدرة على التعامل مع اي عقبة بتقابلك. ثالثا واخيرا، قسم المشكلة لخطوات صغيرة. قسم اي تحدي كبير لمهام صغيرة تقدر تنجزها خطوة بخطوة. ده بيخليك تحس بالانجاز وما بتحسش بالاحباط من الحجم الكبير للمشكلة، وبكده بتقدر تواجه اي صعوبة بثقة وبدون توتر. وبكده عقليتك هي المفتاح، لانها بتحدد ازاي تتعلم وتستفيد من كل فرصة حواليك. التعلم المستمر بيفتح لك ابواب جديدة للفرص والنجاح، مش بس بيعلمك مهارات جديدة. كل معلومة جديدة بتكتسبها بتفتح لك طرق وحلول ما كنتش شايفها قبل كده. التعلم مش بس بيعلمك مهارات جديدة، لكن كمان بيخليك مستعد تستفيد من الفرص اللي ممكن تظهر قدامك. لما تطور من ذاتك مش رفاهية، ده استثمار في مستقبلك، لان لما بتركز على تطوير نفسك كل خطوة بتاخدها بتديك ميزة اضافية بتقوي قدراتك على اتخاذ القرارات الصح، وده بيخليك دايما مستعد لاي تحدي جديد. وبالتالي العقلية هي الطريقة اللي بتشوف بها العالم وبتتعامل مع المواقف، هي اللي بتحدد رد فعلك على التحديات والفرص، هي اللي بتشكل سلوكك وعاداتك اليومية. لما هتفهمها هتقدر تستخدمها علشان تغير حياتك للافضل، لانها مش مجرد فكرة، هي قرار يومي بتاخده. لان مش كل يوم هيكون سهل، لكن كل يوم ليك فرصة تختار طريقة تفكيرك. يعني تطوير العقلية مش حاجة مرة واحدة، دي ممارسة يومية مستمرة. وفي النهاية دلوقتي اقف مع نفسك واسألها، فكر في حياتك واهدافك. هل لاحظت ازاي عقليتك بتأثر على قراراتك اليومية؟ لان الوعي هو الخطوة الاولى لتغيير تفكيرك وتطوير نفسك. هتركز على الحلول بدل المشاكل؟ هتدي لنفسك الطاقة والاصرار علشان تكمل رغم كل العقبات اللي هتواجهها؟ هل هتختار تكون ايجابي ولا هتختار تكون سلبي؟ هتخلي تفكيرك السلبي يمنعك تحقق اهدافك وتعيش الحياة اللي بتحلم بيها؟ هتستسلم مع اول مواجهة؟ في النهاية انا مستني رأيك. ايه اختيارك؟ ايه رأيك في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع عقليتك؟ اكتب لي كل افكارك وتجاربك في التعليقات، وشاركني رحلتك مع العقلية الايجابية او السلبية.